السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي كانت بتسأل ازاي نخلي مثلا الصورة تبقى واضحة كده، لو الصورة عندك خفيفة او فيها خطوط بيضة او بهتانة او ايا كان المشكلة بتظهر لك في الصورة، هعمل معاك كام خطوة كده اعرفك ازاي تظبط المكنة بتاعتك وتخلي الصورة بتاعتها احسن حاجة. فعايزك تتابع معايا الخطوات. معانا المهندس اسلام دلوقتي هيشرح لنا بالظبط ازاي نخش على الاعدادات الرئيسية بتاعة المكنة بحيث ان احنا نظبط الصورة. وبالنسبة للعلامة اللي بتظهر ديت بتبقى علامة ان مفيش ورق، والنسبة اللي تحتيها ديت لما بتنور احمر معناها ان علبة الحبر خلاص على وشك ان هي تفضى. وهنكمل الشرح مع بعضينا، بس قبل ما نشرح التفاصيل دي كلها محتاجك تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. اتفضل يا استاذ اسلام. دلوقتي عشان تعرف ازاي تزود الحبر او تقلل الحبر من الورقه ذات نفسها، من تدوس الاعدادات اصفر بالظبط، اصفر 107، اصفر 107 سي طويله كده لغايه ما تجيب لك ايه، هي كوبي. تمام. تمام، هتدوسها واحد. بعد كده اتنين اللي هي الدرام. تمام 2201 دي اللي هو شحن الدرام. تمام، دوس شباك هنا عشان تحدد. تمام، القرايه بتاعتها لو هي انت عايز تزود الحبر في الورقه يبقى 1500 على 1700. تمام، اللي هو بيبقى الكونتراست عالي زي ما انا شايف بالظبط. عايز تخفف الحبر شويه يبقى 1700، دوس مثلا 1650. تمام، ودوس شباك كده انا بزود. لا، هتفتح الورقه. يعني انا كل ما اقلل في الشحن الصوره بتبقى احسن. بالظبط. طب هل الموضوع ده بيمشي على اي مكنه ريكو ولا اي مكنه ريكو 2000 161 201 350 171 كل الكلام ده 22 حتى ريكو الكبير؟ تمام، كمل. ريكو الكبير مختلف شويه. تمام ده ايه، شحن الدرام. تمام بس انا عشان عندي مظبوط. بعد كده في حاجه اسمها 2201 ده شحن ديفولبر. تمام، هما هنا معمول 650 على 650 صح. عشان مظبوطه عندي المكنه. تمام، انا عايز ايه، ازود الحبر شويه. يبقى هنا بقى اعلي مش اوطي. تعلي في نسبه يعني مثلا 750 دي اخرها 750. تمام، ندوس ايه، شباك. تمام، دي لو عايز اعلي الحبر بحيث ان هو يبقى الكونتراست عالي زي ما احنا شايفين كده. تمام. طب دلوقتي لو عايز افتح برضو ايه، نقللها ايه، 650 زي ما هي او اقل كمان. تمام، مثلا 600 550. الكلام ده. طب بالنسبه للخطوط البيضاء بقى اللي بتظهر مثلا في الصوره، بيتعمل لها فري ران. تمام، تعالى في رن عندي 5804 802 5802 صح مظبوط كده. هي دي. تمام، فري ران. دوس، اسمع كده. طبعا المكنه دلوقتي شغاله. الفري ران ده بتعمله لو انت عندك خطوط في الصوره بيضه بتظهر لك، او مثلا عندك مشكله في ان الصوره بهتانه، فالفري ران ده بيساعدك كتير. طبعا هي شغاله دلوقتي، المفروض ان الدرام بتاعها والحبر بيتقلب، كل حاجه بتتقلب في المكنه. الفري ران ده بيخلي كل حاجه في المكنه تتحرك بحيث ان كل حاجه تبقى مظبوطه. تمام، فالنهارده يا رب يكون طبعا احنا فدناكم. تمام، والحاجات دي كلها بتمشي على اي نوع مكنه ريكو. فطبعا احنا عايزين نلغي بقى الفري ران خلاص، هنسيبها بتاع دقيقه مثلا على الاقل. بعد كده نبدا نطلع والاحمر، بعد كده هندوس على الاصفر. تمام، اصفر تاني كده احنا طلعنا اهو. تمام، العطل دوت معناه ان احنا زودنا الفري ران زياده عن اللزوم، لان احنا ظابطين الكونتراست بتاعها كويس. فهي معاك ان شاء الله مش هتعمل اي حاجه، واحنا لو طفينا المكنه وشغلناها العطل بيروح، مفيش اي مشاكل. فقبل ما نخلص الفيديو كده عايزك تصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.